رجعنا لكم مرة تانية فقرتنا الطبية النهاردة، بيشرفنا وينورنا فيها أستاذ دكتور محمد المصري، أستاذ مساعد جراحات السمنة وجراحات المناظير، كلية الطب القصر العيني. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور يا دكتور. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ النهاردة هنتكلم عن بعض المعتقدات والمفاهيم الخطأ المختلطة كده في ذهن الناس، بعد إذنك هتصلحها لنا، أوكي؟ أول حاجة كده هنبتدي فيها، في ناس بتلخبط بين الجراحة والمنظار، يعني يقول لك الجراحه المنظار الجراحه، فمش فاهمين ايه ده وايه ده. بص، هو الجراحه اشرح لي بالتفصيل عشان انا كمان بتلخبط. اوكي. الجراحه هي اللي انا اعمل فتحه في وسط البطن طولها مثلا حوالي 15 او 20 سم، هفتح فيها بين العضلات، هفتح كل طبقات البطن، واشتغل. واما بعد ما افتح البطن خالص اشتغل بقى في جزء غويط قوي تحت القفص الصدري. المنظار لا، المنظار هو 5 فتحات او 6 فتحات، كل فتحه حوالي سنتي، ما هياش كولكتيفلي ان انا اقول ان انا هم مجمعين دول 5 سم، لا. وما فيهاش مشرط؟ لا، فيها مشرط. فيها مشرط؟ فيها مشرط. المنظار فيه مشرط طبعا، بس فتحه قد كده، يعني الفتحه بتاعتي بالظبط حوالي سنتي او سنتي ونص. بدخل فيها مداخل للمنظار. ابتدي اخش اشوف بقى انا جوه، اشوف بتكبير زي ما انا قدامك عايز. شاشه، قدامي شاشه وانت شايف جوه فيه ايه. ان ديتيلز بقى. الجراحه ما فيش الكلام ده، التفاصيل اللي انا عايزها، عايز اشوف حاجه اكبر ببعدي وقربي بالمنظار بتاعي. اوكي. الجراحه ما فيش انك تشوف، انت بتشوف بعينيك، مش عارف تشوف ممكن كمان في الجزء ده. اوكي. طب معلش، هل في اي من العمليات اللي احنا دايما بنتكلم معاك عنها بتستخدم فيها الجراحه؟ اكتر حاجه بتستعمل فيها الجراحه هي عمليه تدبيس المعده. اللي هي اوريدي اتلغت على مستوى العالم اصلا، ما عدا في مصر يعني. فتقريبا كل الحاجات اللي بنتكلم فيها كلها لا، هي لغايه دلوقتي التدبيس بتتعمل في مصر بالجراحه بس قليله. والتحويل بيتعمل جراحه. يمكن التكميمه لغايه دلوقتي الناس عشان هي ممكن تبقى عمليه اسهل شويه من التحويل المسار، فالناس بتعملها بالمنظار. اوكي. طب احنا برضه هنشوف صوره عشان نوضح اكتر للناس. ورونا الصوره يا حسام لو سمحت، الفرق بين المنظار ايه والمنظار ما بيبقاش برضه بنج كلي، يتهيألي مش كده؟ كل العمليات بنج كلي. والمنظار كمان؟ والمنظار. اوكي. طيب احنا كده معانا اعتقد الصوره يعني لو بصينا على اللوحه، الصوره اللي على اليمين هنلاقي هي دي فتحات المنظار اللي احنا ممكن ما نكونش شايفينها كويس. تمام. الفتحه دي اصغر من فتحه السره. اصغر من فتحه السره. الفتحه اللي بالطول ديت هي فتحه الجراحه. لا شك انها هتعمل شكل للعيان بعد العمليه، لا شكلها مش حلو، عايز تجميل. اولا عرضه ان انا يجي لي في جراحي مطرح الجرح اللي بالطول ده، ونقول مثلا 50% من العيانين بيحصل لهم كده. اوكي. طيب خلاص شيلوا الصوره. الجراحه بتحتاج خياطه، انت بتفتح جرح كبير وبتخيطه. المنظار بيحتاج خياطه؟ خياطه للجلد، حاجه بسيطه اللي بره، يعني غرزه مثلا او 2. بالظبط. هو بتعمل تجميل فما بتبانش. طيب خلينا برضو نخش نتكلم عن التحاليل والفحوصات، برضو دي حاجه ملخبطه الناس، اللي بتتعمل قبل العمليات. العمليات اللي احنا بنتكلم عليها دايما، احنا مع الدكتور دايما بنتكلم عن التحويل، عن التكميم، عن التدبيس. لا انا ما بشرحش. التحويل. التحويل المصغر، التكميم، حزام المعده. وايه كمان؟ حزام المعده. حزام المعده. اوكي. في عمليات ثانيه طبعا، بس اوكي، بس دولت المين. دول المين اللي عليهم، اللي انت مشهور بيهم. بالظبط. صح كده؟ طيب ايه التحاليل والفحوصات اللي المفروض المريض يعملها قبل العمليات دي؟ احنا قلناهم قبل كده برضو، بس لازم نكررهم عشان الناس تبقى فاهمه. هو انا بحضر العيان عشان ينفع ياخد بنج ولا لا. هينفع هنعمل عمليه، مش هينفع يبقى انا لازم يعني اظبط الحاله العامه بتاعته اللي هي التنفس، وهي دي اكتر حاجه بتبقى مقلقه. مشاكل القلب، لو فيها مشاكل في القلب لازم تعمل رسم قلب ويتعمل موجات صوتيه على القلب. لازم اعمل سونار للعيان على بطنه عشان اشوف لو في اي مشاكل تانية لازم اكتشفها من قبل العمليه يعني. اوكي. بالاضافه للتحاليل بقى، وظائف الكبد والكلى والسيوله. احنا كل ده بنتكلم على تعاملاتك مع المريض قبل اجراء العمليه. بالظبط كده. في حاجه برضو عايز اعرفها. اول ما قلت لك التدبيس، انت قلت لي هي بطلت بره، وفي بعض الناس بتعملها وحضرتك مش بتعملها. ليه ايه عيبها؟ بص، التدبيس عمليه قديمه قوي، واتعمل فيها ابحاث كتيره جدا. نسبه الرجوع في الوزن فيها 55%. ده نسبه كبيره قوي. والمشكله الاكتر انها لو بتتعمل جراحه غير اللي بتتعمل كمان تدبيس بالمنظار، مختلفين تماما. هنا بيبقى العيان اللي عاملها جراحه بيبقى عرضه ان مكان الدبيس دي تفتح واكنه ما عملش اي حاجه خالص. اوكي. بالاضافه ان وجود الفتح الجراحي ده بيعمل التصاقات غير طبيعيه بعد العمليه. يعني انا لما باجي اخش عشان اعمل لعيان تحويل مسار
بعد عمليه تدبيس معده م. لا، بتقعد لها مثلا 3 ساعات عشان تقعد عشان تسلك تصلح. بس وتصلح الدنيا اللي كانت موجوده والالتصاقات اللي موجوده. يعني في نسبة كبيرة من الناس اللي عملوا 55%. التدبيس بيلجأوا بعد كده للتحويل المسار بالاضافه بقى كمان انها تكلفتها تبقى اعلى بكتير من ان انا لو كنت عملت من تحويل من اول الأول، مره. لأن أنت بتصلح وبعد كده بتشتغل. بالظبط، وتحتاج دباسات بشكل مختلف. يعني م. كل العمليات بتستعمل فيها دباسات، بس الدباسات بتاعت الجراحه مختلفه عن دباسات المنظار. اوكي. طيب هل برضو يعني في مرضى مثلا هيجوا لك هيعملوا التكميم او التحويل، فهيبقوا عارفين ان هم هينزلوا بسرعه، الوزن بينزل بسرعه، بس برضو هل انت قبل العمليه بتطلب منهم انهم يعملوا دايت معين، ياكلوا اكل معين، يشربوا شرب معين، يعني في قبل نظام العمليات غذائي معين؟ بصوا المنظار انا ببقى محتاج ان انا اشتغل تحت الكبد. حجم الكبد كبير قوي في العيانين تحت دول. الكبد. او ده عندهم بيبقى مع المعده دهون. تحت الكبد. صح. فانا ببقى محتاج ارفع الكبد ده عشان اشتغل تحتيه. لو وزن الكبد تقيل مش هعرف اعمل كده، لانه بيبقى عليه دهون. بيبقى عليه دهون كتير جدا. فلازم اديله دايت يقلل لي حجم الكبد. بس بيني وبينك ده في اوزان بتبقى 200 كيلو و180 كيلو، ده مهما بيوصل انا بمشيهم على العيانين اللي بالشكل ده بوصلهم لشهر على دايت لازم قبل العمليه. بيقلل فعلا حجم الكبد جدا. ده عشان انت يسهل لك العمليه وانت شغال. ما هتسهل لي وهتسهل له. صحيح. صحيح. طيب يوم العمليه بقى المريض بيجي لك كده وهيتعمل له الوات ايفر العمليه اللي هنعملها، ايه الاجراءات اللي بتتم بالظبط؟ هو كل الحكايه ان هو بيجي صايم قبلها ب6 أو 8 ساعات قبل العمليه، اكل وشرب. طبعا لو بيشرب سجاير يا ريت يبقى مبطلها، وبيخش العمليه في نفس اليوم، يعني بيخش المستشفى في نفس يوم العمليه. اوكي. بيعمل العمليه بتاعته وبعدين بيطلع على الإفاقة، وبعدين من الإفاقة على أوضته، وبعدين تاني يوم بيروح. اوكي، يعني بيقعد يوم في المستشفى بالظبط. طيب بعد العملية في بعض الناس بيخافوا، يقولوا هيبقى في وجع وده فتحات كتيرة، هيبقى منظار فبنعمل 5 فتحات، يقولوا كذا، فبيبقوا عندهم حالة قلق، بالذات الناس بقى اللي بتخاف شوية. طيب الوجع ايه قوته؟ بص، هو الوجع بتاع المنظار غير وجع الجراحة خالص. وجع المنظار ليه شكل تاني، اقل بكتير. ولكن هو وجعه مختلف. هو وجعه في الصدر شويه، وجعه في الكتف. طب اشمعنى؟ عشان احنا بننفخ البطن بغاز عشان نبقى عندنا مساحه نشتغل فيها. لان يعني كل بطننا ديت هي كل الانسجه لازقه في بعض، فانا عايز افتح اخلي عندي مكان اشتغل فيه. فالدنيا جوه بتتكربس على بعض. لا، ولا ايه بقى؟ يبتدي يحصل التهابات شويه في الحجاب الحاجز من الغاز ده. اوكي. الغاز ده كل مجرد هو بيبقى ممتص في خلال 24 او 48 ساعه. راح الامتصاص بتاعه، الوجع ده راح. فالوجع كله بتاع وجع الحجاب الحاجز بيسمع في الكتف والصدر وممكن في الظهر. انما وجع البطن لا، قليل جدا. طب بس خليني اسالك حاجه، هو كده الوجع ده هو هيستحمله 48 ساعه مثلا؟ لا، ما هو ماشي على مسكنات في المستشفى طبعا. مسكنات بقى، حاجات سبراي ولا حاجات حقن طبعا. حقن. ما فيش حاجه تتبلع؟ لا، ما فيش حاجه تتبلع. هو في اول يوم ده احنا بنمشي على حاجات مخدره ومسكنات قويه، بحيث ان الوجع اللي هو يعني اللي موجود ده بيقل. اوكي. ثاني يوم 70% من الوجع ده بيروح خالص. اوكي. طيب بما ان احنا بنتكلم برضو، وحاجه بتقلق ناس كتير قوي بعد العمليات دي، وانت بتسهل لنا الامور بصراحه بكلامك، ان يقول لك هيحصل ترهلات فظيعه للجسم. يعني ايه حد هيبقى مثلا وزنه 250 كيلو ويوصل ل 90 كيلو؟ طب ما كل الجلد ده هيروح فين؟ عاده الاوزان الثقيله ديت بتبقى فعلا بيبقى فيه ترهلات. دي الحاجه اللي فعلا ما حدش فينا هيقدر يقول لا 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 انا مش عمره ما هيحصل ترهلات. لا، هيحصل. اوكي. بس في الوزن ده. أوكي. انما لو واحده مثلا عندها زياده 40 كيلو، لا، وارد نبتدي نتكلم نقول ممكن يحصل ترهلات، ممكن ما يحصلش. ما نسبقش الاحداث، شوف الدنيا بعد سنه ونص هتبقى عامله ازاي. اوكي. هل برضو بعد التحويل والتكميم الجسم كله بينزل، ولا في مناطق ممكن تبقى فيها سمنه موضعيه ممكن تبقى منفوخه شويه او كبيره عن مناطق اخرى؟ العين بيفضل ينزل تدريجيا على مدى سنه او سنه ونص. خلال الفتره دي بتلاقي الاول ممكن تلاقي البطن هديت شويه، وبعدين تلاقي الارداف نزلت، وبعدين تلاقي الرجل. مش بالترتيب، كل واحد مختلف عن التاني. انما في الاخر انا بستنى لغايه اما العين يكمل سنه ونص عشان اشوف ايه اللي باقي له ما نزلش. اوكي. ليه بقى حلول موضوعيه وقتها يتعمل لها شفط في الاجزاء اللي باقيه اللي بتبقى كميتها قليله جدا يعني. اوكي. طيب يعني بس في رياضه ممكن تتلعب، الرياضه مش هتفرق معاهم؟ بص، الرياضه فكرتها كلها ان انا ازود حجم العضلات. اوكي. عشان ازود حرق
الطاقه بتاعت العيان فيبتدي يقل. اوكي. بالاضافه انها بتقلل شويه الترهلات بس مش 100%. وترهلات بتيجي عند السيدات اكتر في العمليات دي من الرجاله طبعا يتهيألي. طبعا. الرجاله عندهم الكتله العضليه عشان اقوى، بشره الست غير بشره الراجل برضه، رقيقه اكتر، اضعف شويه. اضعف شويه. اوكي. طيب هل بقى برضو بعد ما العمليه دي بتخلص بيبقى في تحاليل كل فتره بتتعمل؟ يعني المتابعه بتبقى ازاي ومدتها قد ايه؟ يعني بيقعد سنه يتابع معاك، سنتين، شهر، قد ايه؟ العيان بيتابع معايا حوالي 5 سنين. 5 سنين. اول سنه هي اكتر سنه فيها متابعات، فيها كل قد حوالي ايه بقى؟ يعني بعد اسبوعين وبعد شهر ونص وبعد 3. بتقعد نبتدي تقل. من هنا بقى ال3 ديت ابتدي اعمل له فحوصات اوكي. كل 3 شهور امم. لغايه ما نكمل سنه. مهم. وبعد سنه نبتدي نزود المسافات مم. كل 6 شهور لغايه مم. ما نكمل سنتين. كل سنه كل بعد سنه بقى بعد كده لمده 3 سنين. لمده 3 سنين اللي بعديهم. اوكي. وبس. بالظبط كده. المفروض الطبيعي ان بعد سنتين تقريبا الجسم بينزل نص الوزن او اكتر. لا اكتر. اكتر من نص الوزن. يعني في التحويل ممكن يوصل بعد السنه حوالي 80% من الوزن الزياده. من الوزن انا دايما الزياده. بحسب على الوزن الزياده عشان الزيادة. الناس بتلخبط. اوكي. مش الوزن كله، الوزن الزياده. الكامل عشان يعني ممكن في ناس يبقى بتلخبط في دي فعلا. يعني ممكن يبقى وزن مثلا زياده 100 كيلو هينزل 80 كيلو في سنه. لو هو عنده وزن زيادة. بالظبط كده، لو عنده وزن زياده 100 كيلو هينزل منهم 80. 80 كيلو. في التكميم ممكن ينزل 70. التكميم اقل شويه. دي كلها 10%. متوسطات، يعني في ناس بتنزل ال100 بينزل ال100 وفي ناس بتوصل لغايه 110. بس دي اعتقد بترجع للمريض حسب التزامه بالظبط بتعليماتك. كده، التعليمات اوكي. والجينات بتاعته كمان. اوكي. اي عمليه فيهم اللي بيمشي على الفيتامينز طول العمر؟ بص، هو اصولا كل العمليات بنمشي على فيتامينز طول العمر، حتى الحزام المعده. والله؟ مم. اوكي. طب ليه بقى؟ ما هو انا دلوقتي كميه الاكل بتاعتي قليله. طب انا عايز اعوض كل النقص الاكل بس ونقص الجسم صغر. بس هو محتاج يعني حتى بعد فيتامينات. 2 أو 3 الجسم بيصغر قوي، فليه هيحتاج الفيتامينز؟ ما انا بقول لك هو ده اللي الكتاب بيقوله. اوكي. انما اللي بيتطبق واللي احنا فعلا بنلاقيه، يعني انا باجي مثلا بقعد اعمل تحاليل للكالسيوم واشوف البروتين في الجسم واشوف الحديد، لا ما بلاقيش النزول. مش كل العيانين عندهم نفس المشكله، فعشان كده بعد السنه في نسبه كبيره قوي بتبطل الفيتامينات. اوكي. طيب في عايز اتكلم شويه عن بعض المخاوف برضو اللي عند الناس. تقول لك ايه؟ العمليات دي ساعات في مصطلحات انا بسمعها مش بفهم بصراحه. يعني تقول لك بتعمل تسريب، يعني ايه؟ انا مش فاهم ايه تسريب. ايه اللي بيتسرب بالظبط؟ بيروح فين؟ بالظبط. بصوا، هي العمليات ما عدا الحزام طبعا كل العمليات بتتعمل عن طريق دباسات. ماشي. الدباسات ديت عباره عن 3 صفوف من الدبابيس يمين و3 صفوف شمال بتدبس، وبيبقوا معمولين بشكل ان هم ما يبقوش عندهم عرضه للتسريب ده، اللي هو العصاره اللي جوه الجزء اللي انا قطعته تطلع براها. تروح فين؟ حوالين الامعاء او حوالين المعده. اوكي. بعدين هي دي بقى المشكله. دي نسبتها قد ايه؟ حاله كل 200 حاله، يعني قليله قوي، يعني نص في المية. ما هياش الخطوره اللي الواحد يخاف من العمليه عشان انه ما يعملهاش. لان عندي خطورات تانية. يعني انا لو حصل لي مشكله في ركبتي ودخلت عملت تغيير مفصل وانا بالوزن ده، نسبه الوفاه فيها بتوصل ل 3 و4%. فكده لا التسريب ده يعني النسبه بتاعته قليله. نص في المية دي ولا حاجه اصلا. ثانيا ليها حلول. اوكي. حلولها ايه بقى قلنا؟ حلولها اللي انا يا اما اتدخل تاني، اللي انا انضف البطن من جوه بالمنظار برضو تاني، او اللي انا احط دعامه جوه الامعاء او جوه المعده، بحيث ان انا المكان الخرم اللي موجود ده يقفل. وده زي الجرح اللي بره. اوكي. ده الكلام ده كله بيحصل اول 3 اسابيع. عدينا الفتره دي خلاص ما انا جرحي قفل اللي بره، يبقى انا جرحي اللي جوه كمان قفل. طب هل ممكن يحصل اي نوع من النزيف؟ وارده، يعني برضو النسبه ما بتتعداش النص او 1%. بيبقى اسبابه ايه؟ دي زي اي عمليه. يعني اي احد هيخش عمليه ممكن يحصل ليه اسباب كتير. ضغط عيان عالي، عنده سيوله شويه، عوامل النزيف بتاعته عنده حاجات ناقصه فيها. اوكي. حاجه موجوده وما اتلحقتش في وقتها. اوكي. طب برضه في ناس ممكن تقول لك الناس اللي بتعمل العمليات دي بتقعد فتره بيجي لها حالات قيء ترجيع حاجات زي كده، ده فعلا ولا مش قوي؟ الفتره الاولانيه وارده جدا. ممكن. بس هي محتاجه تدريب للعيان. او بمعنى ايه بقى؟ يعني انا العيان دايما بمشيه على 3 مراحل. مرحله سوائل عشان اخلي اطمن على ال3 اسابيع بتوعي ان هو ما يحصلش فيهم تسريب، مفيش حاجه تقف تسد لي الطريق تزود لي الضغط على مكان الدباسات. بعد كده بمشيه على مرحله البيوريه عشان يقدر يحدد كل حاجه تبقى مطحونه قوي. عارف هو حجم معدته ايه، ابتدى يفهم لا انا معدتي هو دلوقتي انت عارف انا ليه بسال الحته دي؟
يعني عمال اتخيل، احط نفسي في الموقف ان انا مم. واحد وزني 180 كيلو ولا 200 كيلو، باكل كميه اكل رهيبه، وفجاه في يوم في يوم اللي هو هي كده. حد من العيانين مره قال لي دي مشكله ان انا ابقى اخش اوضه العمليات فاهم ان انا باكل 4 5 ترغيفه هاكل ربع رغيف واسال واطلع الاقي نفسي باكل مفيش 3 4 معالق وبيشبعوه. وبيشبعوني. ما هي دي يعني بتخض. اه فهو محتاجه ده يبتدي يفهم، مخنا يبتدي يستوعب الحجم الجديد لمعدتي. فلازم تيجي تدريجيا، لو ما فهمهاش يبتدي يحصل موضوع الترجيع. اوكي، هيبتدي ياكل زياده؟ لا مش هيعرف ياكل زياده. هو مش هيعرف ياكل زياده. مش هيعرف ياكل زياده. اوكي، بس الترجيع ده يعني هيكون سببه ايه بالظبط؟ هو مش متقبل اكل بسرعه. أكل لانه معلقة كان كبيرة. متعود زي ما بنقول كده متعود إن هو بالبلدي يزلط الأكل. يزلط. ما بقاش في، انا دايما اقول حتى العيان انت خلاص انسى فخلاص هو قصه الاطباق الكبيره دي. انت بتتكلم يعني في العينات يعني. قول لي مين ملتزم اكتر، ستات ولا رجاله؟ رجاله فعلا. بيبقوا خايفين اكتر. لا مش بيبقوا خايفين، يعني ملتزمين برضو في ناحيه ايه؟ اولا كنتائج هم نتائجهم احسن. اوكي. لان طبيعه اكلهم احسن. طبيعه اكلهم الوجبه الكبيره الواحده اللي في اخر اليوم. الست قاعده في الاوقيه قاعده في البيت بتبقى هي دي المشكله شويه. كل شويه نقنقه بقى شغاله. اوكي. النتائج الرجال احسن في العمليات. البنات ممكن تبقى كمان نتائجهم زيها زي الرجاله، بنات صغيره يعني لو في العشرينات ملتزمين قوي. ملتزمين عشان شكلها وخايفه على شكلها وعايزه تخلص من التخن. بالظبط. اوكي. طيب احنا كده اعتقد اتكلمنا عن حاجات كتيره ليها علاقه بنوعيه العمليات، بس هي يعني اكتر حاجه انا شايفها مشكله في الموضوع كله هو موضوع الترهلات، والاصعب. هي مشكله بس ليها حلول. اصل حلها ان هيعملوا عمليه الشد الجلد ده ما هو انا معلش برضه اما نشوف انا شكلي ايه النهارده وانا وزني 200 كيلو انا جسمي كويس شكلا، بس انا مش عارف اتحرك، مش عارف اتنفس، مش عارف اربط جزمتي. يا خبر. اوكي. دي مشكله. اقل حد انت عملت له العمليه دي عمرا كان سنه قد ايه فاكر؟ او سنها قد ايه؟ 14 سنه. 14 سنه. كانت ايه، تحويل ولا كانت عامله تكميم؟ كان وزنها قد ايه بقى؟ 130 تقريبا. 14 سنه. 14 سنه دي كانت طويله. كانت طويله. بس سنها صغير قوي، يعني قدرت تمشي بعد كده على تعليماتك، لان دي طفله تعتبر. بس هي بنت كانت ما شاء الله عليها، كانت فاهمه وذكيه جدا. وكان عندها ده بقى بحاجه وراثيه ولا بتاكل؟ لا طبعا هتلاقيها بتاكل مع الجزء الوراثي يعني. اعتقد في عائلات بنلاقي العائله كلها عندها طبعا ده كتير سمنه يعني، كتير. وفي عائلات كلها رفيعه، وتلاقي حد مثلا ممكن تلاقي حد في النص هو الوحيد هو اللي واعتقد لما عيله بقى وحد يعمل فيها ده يتشجع، كله بيجي ورا بعض. كله بيجي كله هيجي بعد كده. طيب مين اللي ممنوع يعمل العمليات دي نختم بيها؟ لو عندنا مشاكل تنفس، لو عندنا مشاكل في القلب، لو عندنا سرعه اسف سيوله زياده، دي كلها حاجات لازم تبقى تتصلح الاول بعدين نعمل. او بقى لو عندنا مشاكل نفسيه. مشاكل نفسيه. اوكي. او اورام برضو، لو حاجه اورام حديثه يعني. اوكي. الناس بعد ما تعمل العمليه دي وتخرج من المستشفى بيومين 3 يقدروا ينزلوا ويخرجوا؟ 3 4 ايام بالظبط بيكونوا خارجين. اسبوع ماكسيمم يقدر ينزل يروح شغله. بالظبط. يقدر يشتغل. يعني انا دايما بخليهم يمكن ازيد شويه. واحنا عندنا المرضى بيحبوا يدلعوا شويه. انما في عيانين بيعملوا عمليه وبيسافروا وياخدوا عربيته ويطلع مرسى مطروح اسكندريه عادي وهو سايق يعني. اوكي. طب انا كده في حاجتين كنت عايز اتكلم فيهم النهارده بس الوقت خلص، فهنخليهم للاسبوع الجاي. الحمل وعمليات السمنه تبقى قبل بعد اللي بيحصل فيها، ومرضى السكر والضغط وازاي بتتعاملوا معاهم في العمليات دي، فممكن يبقوا عنوان الحلقه الجايه. وانا بشكرك على وجودك معانا النهارده، ونشوفك قريب معانا ان شاء الله الساعه 10. ميرسي يا دكتور. اشكرك شكرا خاص جدا استاذ دكتور محمد المصري، استاذ مساعد جراحات السمنه وجراحات المناظير كليه الطب القصر العيني، على وجوده معانا النهارده. خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ونختم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وتفسير القران الكريم. خليكم معانا لو سمحتوا.